لو انت في اسكندريه تعالى اعرفك على مكان بيعمل طاسه الجمبري على كابوريا على سبيت على جميع انواع الفسفور والسينابون حادق بالمطه دي لدرجه انك ممكن ترجع لها. النوته اسمها اميره عندها 14 سنه. المشروع ده من لا شيء اي حد يجرب السينابون الحادق عندها. السينابون ده اللي كان عامل ضجه كبيره عندها في الحادق. تعمل كمان كشري حلو وحادق بجميع انواع الحلو. افخم كشري في مصر ممكن تتخيله وممكن تدوق بقى للمزاج العام. بتحط لك عليه 5 صوصات على جميع انواع الجرنشه اللي انت ممكن تتخيلها. يطلع بالمنظر اللي انت شايفه ده. انت متخيل ان ده كشري صغير مش كبير؟ قبل ما ندخل على الكشري الحلو دخلت على اول حاجه عندها وهي مكرونه السي فود. صلي بينا على النبي كده. اوب 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 اقول لك طاسه المكرونه السي فود دي مكونه من جمبري على كابوريا على جبن على سبيط فلفل الوان على جبنه موتزاريلا. دي للناس اللي بتعشق الفسفور. انما لو انت مالكش في الفسفور بقى وبتحب الحاجات اللي مليانه لحوم اشرح لك طاسه المكرونه اللي غرقانه في اللحوم من صدق السوسيس لبسطرمه الموتزاريلا. اما لو عايز حاجه خفيفه وتقيله في نفس الوقت ارشح لك السينابون الحادق. بص كده اللغوصه اللي جوه ده وده للناس اللي مزاجها عاليه فقط. ده كان سينابون حادق سلامي. اول بنت في مصر تعمل سينابون حادق غرقان في الموتزاريلا والمطه دي. طول ما انت بتاكل كده هيمط منك لدرجه انك مش هتعرف تخلص وقلبك ضعيف ما تكملش. جميع انواع اللحوم وجميع انواع الجبن. اللي بينا على النبي واعمل حركه الاكسبلور وتعالى ندخل على الكشري الحلو. لسه بقى مخلص جيم او لسه جاي من الشغل كده ممكن تضرب طبق الكشري ده يقفل لك اليوم. ده بيتكون من رز بلبن على كريمه على كنافه على 5 صوصات وجميع انواع الشوكليت شيبس اللي انت ممكن تتخيلها. بعد كده بتحط عليه سودان وكورن فليكس. لو انت مش بتحب عادي جدا ممكن تقول لها ما تحطوش. انا اقول لك جميع الصوصات بقى اللي بتحطوا لك كده على الكشري ده. ده كان صوص غزل البنات على ام اند ام على فريرو روشيه على صوص الفستق على الكندا. خلاص انا كان جالي صدمه من جمال الطعم من اول معلقتين. عايز اقول لكم هيقفل لكم اليوم. على جميع انواع الشوكليت شيبس اللي انت ممكن تتخيلها في الطبق ده. انت متخيل جميع انواع الصوصات على الكنافه على الكريمه على الشوكليت شيب. انت ممكن ما تاكلش وتودع الدايت بعديها سنه قدام. ان كمان عندها كشري صغير ما اعرفش ازاي ده يا جماعه صغير حد يقنع. ده بيتكون من رز بلبن على طبقه كنافه على طبقه كريمه تاني على انواع الفاكهه اللي انت عايزها على صوص البيستاشيو بتغرقه لك كده مع الشوكولاته مع صوص الفراوله كده بتجرنش لك بالفريرو روشيه الالوان ده. بعد كده بتحط لك قطعه فراوله وقطعه موز على رشه لوتس على رشه اوريو واحدتين موز زي ما انت شايف كده وتهجم ينزل في القلب مش في المعده. لو انت لسه جاي من الجيم تضرب الطبق ده او من الشغل كده او ميت من الجوع الطبق ده ممكن حرفيا ما تاكلش بعديها اسبوع قدام. خاماتها نضيفه جدا ومعقول. احلى الحاجات اللي انتم ممكن تجربوها في المكان ده هو الكشري الحلو توب في اسكندريه كلها والسينابون الحادق. كمان عندها غزل بنات جميع الصوصات اللي انتم ممكن تخيلوا. سينابون والكشري والمكرونه السي فود تاكل صوابعك وراهم. مكانه هو في اسكندريه في سيدي بشر قبلي عند حي المنتزه. وتحدى اي اسكندراني يعرف المكان ده. الشارع اللي جنب قهوه البورصه التجاريه. هتدخل الشارع ده هتلاقيه على ايدك الشمال كان اسمه سندوتش ميرو. النوت عندها 14 سنه فاتحه المشروع ده من لا شيء. تنساش لايك وحركه الاكسبلور والبيست فريند عزمك على المكان ده. اول وتاني منشن عزمك على المكان ده.